السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديب بشركة دي ديزاين. تم بحمد الله الانتهاء من موقع توسعات الشمالية. الموقع ده باقة ايه؟ الموقع ده باقة برستيج. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ان دايما في مواقعنا مفيش موقع متشابه مع التاني. ليه؟ لأن احنا بنستمد في تصميماتنا من روح العميل. هنا العميل كان عايز حاجة هادية جدا، وعشان كده ان احنا استخدمنا الماتيريال كلها واحدة في الشقة. استخدمنا الديكورات بالكامل، حاجة فلات بقشر شكلها مناسب جدا. هنتكلم في توزيعة الفرش في الشقة دي. معايا ريسبشن 2 زون. أول زون معانا هنا 2 كنبة وكرسيين، والترابيزة هنا فوقها النجفة مباشرة. معايا الناحية التانية معايا بديل حجر، وحطينا اليونت وأسسنا هنا للكاميرات ومأسسنا هنا للساوند سيستم، والجهازين هيتحطوا في المكان ده. طيب أنا كان معايا مشكلة هنا في الريسبشن، إن أنا معايا 2 عمود بروزهم 20 سم. استغلهم في ايه؟ استغلهم ان انا احط عليهم خشب، حاطط ليد بروفايل، ضارب اضاءه اندايركت على بديل الحجر، شكله لاكشري، شكله حاجه جدا، سبيشالي ان في فوق اضاءه اندايركت من الجبسن بورد. معايا الناحيه الثانيه ردينا بنفس التجلبتين الخشب ورا الكنبه هنا، واسسنا فوق مكان للتكييف، الصرف رايح للبيبه، ومواسير فريون التكييف طالعه على البلكونه. نخش على الزونه الثانيه نفس الموضوع. معايا السفره مكانها هنا، ومعايا البوفيه مكانه هنا. البوفيه احنا بنجيبه بمرايات. طب احنا ليه نوصل مرايات؟ عملنا له السلك بتاعه بحيث ان احنا ننور مرايه البوفيه من الاناره مباشره. نفس الموضوع ردينا بنفس التجليده، اسسنا برضو التكييف تاني موجود هنا، الصرف بتاعه رايح الحمام، ومواسير فريون التكييف رايحه مباشره على مكان الكمبرسور. طيب احنا حطينا هنا المكان والخشب ده عشان نخلق انترانس للي داخل، وجود انترانس، وفي نفس الوقت لو حد واقف بره على الباب ما يكشفش اهل البيت وهم قاعدين في الريسبشن. نخش على حمام الضيوف. حمام الضيوف معانا هنا حوض سان بيور ستاند الون، معانا هنا خلاط سارة ديزاين، معانا هنا وحده معلقه سمارت، وحطينا خوانق صغير في ليب بروفايل. العميل كان عايز هنا ياسس لخلاط دفن شاور. انا لا افضل وضع خلاط شاور او دفن او دش عامه في حمام الضيوف، ولكن هي رغبته. ومعانا هنا برضو الابواب التركي الجاهزه. معانا اللوحه ورا الباب مباشره، لوحه 18 خط فينوس. حطينا هنا جهاز حمايه. جهاز الحمايه ده بنظبط الفولتج بتاعه والامبير، بحيث ان هو لا قدر الله لو في تغير في الكهرباء احنا بنظبطه بحيث ان هو ما يتلفش الاجهزه الكهربائيه. نخش على المطبخ. ما ركبناش الرخامه، هنركب المطبخ مع اثناء الفرش وتركيب المطبخ. ده معايا بار 2 ليفل، البار على 130 ومعايا بار على 90 مكمل مع باقي المطبخ. اول لما تخش في ممر حركه متر. معايا هنا الثلاجة، ثم معايا هنا غسالة، معايا هنا حوض، معايا هنا غسالة، معايا هنا مكان للبوتاجاز وتأسيس للهود بتاعه موجود فوق. زي ما اتكلمنا قبل كده، مثلث الحركة، ست البيت خدت الأكل من الثلاجة راحت غسلته على الحوض، خدته بعد كده حطته على البوتاجاز، خدته بعد كده على بار مناولة للأكل. هنتكلم برضو إن إحنا أسسنا في الشقة دي 2 سخان فوري. السخان الفوري يبقى شكله جميل برضه لما نيجي نقفل باليونت شكله مش هيبان. وبرضه ما تنساش ان احنا بنأسس للسخانات الفوري سلك 10 مللي. ومعانا في المطبخ من فوق ليب بروفايل، وحددنا البار بنفس الديكورات اللي هو ديكور واحد في الشقه بالكامل. شوفوا اشكال القشره الارو هي نفس اشكال الابواب، والبورسلين مكمل معايا في كل الشقه. خش اول حاجه على غرفه الاولاد. معايا هنا في غرفه الاولاد معايا هنا 2 سرير 120. معايا هنا الكومود برضو البرايز، الساوند سيستم هنا عند الكومود. معايا الناحيه الثانيه اسسنا منظومه التلفزيون، برضو كان في هنا نفس العمود جلدناه خشب، عملنا ارفف بليب بروفايل. طيب هنتكلم على مكان الدولاب. مكان الدولاب موجود في الحته هنا مباشره. برضو الابواب نفس لون الديكورات، شكلها مناسب، شكل حلو جميل، مفيش فيه اي اختلاف. نخش بعد كده على الطرقه. الطرقه عملنا فيها الليب بروفايل، وده طبقا لاختيار العميل، كان بيحب الليب بروفايل. حطينا هنا مكان
الجرس، حطينا هنا مكان الراوتر، عملنا باريزه للراوتر. نخش على غرفه الاولاد الثانيه، نفس الموضوع، نفس الغرفة التانية. معايا هنا سرير 120، سرير 120، معايا كومود تجليدة خشب بسيطة، معايا الساوند سيستم، معايا باريزة، كشافات الطوارئ بكامل الشقة. شوفوا لاحظوا حضراتكم ان الباب التركي مع التجاليد متقارب جدا. الناحية التانية جبسن بورد بكامل الشقة، فلات رامي إضاءة اندايركت على الحيطان. برضه معايا هنا تأسيس للتلفزيون أمام السراير مباشرة. الألموتال قطاع فولكانو، قطاع محترم جدا، قطاع محمل بيمنع الأتربة، الإزاز دبل، حاجة كويسة جدا. برضه ما ننساش إن إحنا أسسنا هنا، حتى العميل ما كانش عايز شطر، ولكن احنا بنراعي في شغلنا ان هو لو مش هيركب شطر بنعمل له زرار الشطر هنا ونطلع له الخرطوم لبره، بحيث ان هو بعد سنه 2 3 ركب شطر مش هيحتاج يجسر، هيحط الشطر وصل له زراير ووصل له لكل حاجه. هنتكلم هنا، طب انت ليه حاطط باريزه هنا في الطرق يا باشمهندس؟ ست البيت لو هي هتستخدم المكنسه موجود معاها برضه حتى باريزه في الطرق. هنخش على الحمام. طبعا بنحط في حماماتنا كلها سنسور، بحيث ان اللي داخل الاناره تقيد لوحدها. معايا هنا وحده 85، الاكسسوارات كلها جولد. معايا هنا قاعده معلقه، قاعده صن بيور. معانا هنا الزاويه بجمالها بتفاصيلها. معايا هنا سخان فوري. معانا هنا المرايه الليد تاتش. نخش بعد كده على الكابينه. حطينا قاطع كابينه، القاطع الكابينه ده مصنفر، شكله بيعكس مش شايف انت اللي جوه، كان العميل عايزه مصنفر بالطريقه دي بني عسلي. نخش على الكابينه. معايا خلاط دفع ثنائي بيطلع للطاسه فوق، ومعايا هنا الهاند شاور. وهنتكلم هنا في المجرى الصفايه اللي احنا بنحطها بنفس لون البورسلين، مش باين ان هي مجرى. هنتكلم برضو هنا على البيبه نفس الموضوع كذلك، مش باينه، شكلها مناسب حلو، مش باينه البيبه الشكل التقليدي اللي هو موجود في السوق. نخش على الغرفه الماستر. غرفه الماستر نفس الموضوع. كان معانا في الشقه دي عواميد كتيره قوي، نفس العمود جلدناه. هنا حددنا مكان الكومود، فوق ابليك 50 سم، نفس التجريده 50 سم، فوق الساوند سيستم، فوقها الديفيتر موجود هنا في الحته دي ويشتغل من هناك برضو. معايا سير 180، معايا نفس الكومود فوقه برضو باريزه واناره الاباليك. معايا هنا الاناره بالكامل. معانا الناحيه الثانيه تاسيس لمكان التلفزيون والمنظومه بالكامل احنا عارفينها. معانا قطاع الفولكانو، كان العميل بيفكر ان هو يعمل تلفزيون تحت الشباك، ولكن احنا نفضل كده، ولكن اسست له برضه هنا سلك دش. معايا هنا تسريحه المدام. طب ايه الخرطوم ده يا باشمهندس؟ الخرطوم ده ان هو بتاع المرايه، بحيث ان هو مش هنحتاج نعمل توصيلات، نحط المرايه نوصل من هنا يبقى انارته من هنا. وهنا تسريحه المدام برضه نفس الموضوع، تاسيس للشطر بكامل الشقه. كشافات الطوارئ برضه موجوده في كامل الشقه. اتمنى ان الشقه تكون عجبت حضراتكم، ولو هنصحك نصيحه قبل ما تقفل الفيديو، نقي المهندس او الشركه اللي يعمل لك بيتك شبهك وبالشكل اللي انت عايز تشوفها بيه.